لما ولادنا بيتخانقوا مع بعض ويحصل بينهم مشاكل وخناقات ويضربوا في بعض، بتحسي كده ان البيت فيه حالة من العصبية، وتلاقي نفسك انت خرجتي عن شعورك وبتقولي كلام غريب، وتحسي كده انك مش عارفة تسيطري، وغصب عنك ممكن تدعي عليهم. طبعا الأدعية بقى اللي انتوا عارفينها اللي بتيجي في لحظة العصبية ديت، وبعد كده بترجعي تندمي وتبقي زعلانة من نفسك جدا، وتفضلي تقولي يا رب ما تستجيبش لدعائي، انا دعيت عليهم في لحظة عصبية بس يا رب ما تستجيبش لدعائي. وتفضلي بقى زعلانة من نفسك وخايفة ومرعوبة، وكل شوية تفضلي تبصي عليهم. احنا بقى يا حبايبي عايزين نغير الطريقة ديت، ندعي لهم ما ندعيش عليهم. يعني لما يحصل موقف منهم وانتي متعصبة تقولي ايه؟ الله يهديكم، الله يصلح حالكم. عودي نفسك على كده، وعودي لسانك وبرمجي عقلك على كده. يعني قولي لنفسك انا مش هدعي على اولادي تاني، انا هدعي لهم بس. هتقولي لي طب يا ياسمين ما احنا بندعي لهم واحنا بنصلي وبندعي لهم في اي وقت. اقولك يا حبيبتي ايوه عارفه، بس وانتي متعصبه بيبقى غصب عنك بتدعي عليهم. فلا، عودي نفسك وانتي متعصبه برضو تدعي لهم بالهدايه، وان ربنا يحنن قلوبهم على بعض. يعني انا مثلا اولادي لما بيجي يتخانقوا مع بعض وبيبقى في بينهم كده مشاكل، خلاص انا برمجت عقلي واتعودت ان انا ادعي لهم، فبلاقي نفسي تلقائيا الاقي نفسي قلت الله يهديكم، الله يصلح حالكم، ربنا هيبعد عنكم الشيطان. فعودي يا حبيبتي نفسك تدعي لهم دايما، وربنا يهدي اولادنا. وفي دعاء حلو قوي هختم بيه الفيديو: اللهم الف بين قلوبنا واصلح الذات بيننا واهدنا سبل السلام. الدعاء ده يا حبايبي بجد سحر، قوليه دايما وانتي بتصلي او وانتي قاعده شايفه ولادك، وإن شاء الله ربنا يبعد عنهم الشيطان ويهديهم ويصلح حالهم، ويبعد عنهم أصحاب السوء.